سلطه الزبادي دي اكتر حاجه مهدور حقها، معرفش ليه احنا بس حصرناها مع ورق العنب، مع اني بالنسبه لي حرفيا بشوفها بتليق مع كل حاجه. هجيب البون واحط فيه فص ثوم واحد وحوالي عودين كده شدين حلوهم من النعناع الفريش، رشه ملح وهرسهم في بعض كويس قوي لحد ما يطلعوا كل الزيوت والطعم الحلو اللي فيه. خياره واحده متوسطه هقشرها واشيل القلب بتاعها، طبعا مش هرميه هاكله، بيكون طعمه مسكر قوي، يفضل ان هم يتبشروا، ممكن تقطعهم صغير لو حابين، بس انا احبهم مبشورين اكتر. هبشرهم واحطهم في الطبق اللي هقدم فيه. هزود بقى بشر ليمونه متوسطه، انا بشرت ليمونه واحده، ممكن تبشروا اكتر، بتدي طعم منعش وبتعمل ميكس مع النعناع خطير. هضيف النعناع والثوم اللي فرمته على الميكس بتاع الخيار والليمون، واحط حوالي بما يعادل كوبايتين كبار من الزبادي. انا عامله زبادي بيتي فمش عارفه اقول المقدار بالظبط. هقلبهم في بعض كويس بقى، واظبط الملح، معلقه واحده من زيت الزيتون، وبحب اخليها بس سنه سبايسي فاحط لها شويه شطه مش كتير خالص. هميكس كل ده في بعض كويس بقى، ويفضل تخلوها تسقع قبل ما تتاكل. هزينها بشويه نعناع فريش وشويه زيت زيتون، وبجد يا جماعه بتبقى خطيره، بتليق مع اي حاجه فيها رز، فيها فراخ مقلوبه، اي حاجه مش بس ورق عنب. وبس كده.